99% من رجالة مصر عليهم تبييض منقولات. يجي يعمل الفيش يلاقي طالع له تبييض منقولات. ما احنا خلصناها ونزلناه من على السيستم. ده عشان لو انت اتمسكت في اي كمين ما يطلعلوش انك عليك جنحة او عليك حكم غيابي، لا. لكن الفيش اجراءاته طويلة ولازم يعدي وقت معين، وبنرفع دعوة علشان ينزل لك الحكم من الفيش. فبالتالي لا بيعرف يشتغل ولا يتوظف في حاجة، وفي شركات بترفض بمجرد ما يلاقي أي سابقة قانونية عليك حتى لو كانت تبديد منقولات. فأنا كده دمرت مستقبل شخص. طب أنا رأيي إن لازم المنقولات يبقى ليها آلية تنفيذ معينة. أنا عايزة أحفظ حق الست دي بالمنقولات اللي هي جابتها من بيت أهلها. نوثق القايمة في الشهر عقاري ونقول اللي هي تترفع أسرة. فبالتالي عشان هي متوثقة استحالة يبقى فيه تزوير وانت رحت مضيت وهي مضت، فبالتالي بتقول ان فعلا المنقولات دي انت هتردها. فالزوج لما يجي يفكر، ما انا ما قداميش كده حل غير ان انا ارد المنقولات. لما لو هي رفعت الدعوة 99% هتاخد القايمة بتاعتها. فده هيحد من القضايا ومش هيبقى مجرم. ما اصل عيب بعد العشرة دي كلها نرفع على بعض تبديد منقولات.